السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايدي مع ام كريم. وقبل ما ابدأ الفيديو يا حبايبي اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغطي على كلمة الكل، وانت ايه اول مرة كده تشرفيني وتنوريني في القناة. تعالوا النهاردة كده ان شاء الله هنعمل مع بعض غدا جميل جدا. هنعمل مع بعض ايه الكفتة بطريقة سهلة جدا جدا وحلوة، ويلا بينا كده. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض وهنشوف مقاديرها ازاي يعني، وهنعملها ازاي مع بعض. يلا بينا كده. ايه معايا؟ كيلو من اللحمة. طبعا اللحم العجالي ديت طبعا لازم تكون لحمة خشنة كده ما فيهاش حاجة. طبعا لو فيها اي جغط ولا اي حاجة كده لازم نشيله. طبعا ايه لازم عشان طبعا لما تيجي تفرميها الكبة عندك يعني ما يحصلهاش حاجة. لازم اي حاجة فيها كده ولا كده لازم ايه نشيلها. خلاص. طبعا اهم حاجة نوعية اللحمة تكون حلوة يعني ما فيهاش اي حاجة. تكون ايه حمرة كده وحلوة يعني. طبعا هنقطعها ايه قطع صغيرة خالص عشان طبعا نعرف ايه نفرمها كده ايه في الكبة. طبعا ايه دي لحمة حلوة كده ولحمة طازة وجميلة. طبعا ايه شلت منها كل حاجة كده وايه وهنقطعها قطع صغيرة عشان طبعا ايه اقدر افرمها كده ايه في الكبة وايه والكبة عندي ما يحصلهاش اي حاجة لو ايه لو فيها يعني جغت يعني او اي حاجة كده يعني. خلاص قطعناها كده بالشكل ده. شايفين هنقطعها ايه قطع صغيرة على قد ما تقدري يعني قطعيها ايه قطع صغيرة. بصوا يعني بصوا اي حاجة فيها كده لازم ايه تشيليها. بصوا اي دهن جغت اي حاجة كده لازم ايه نشيله. عشان طبعا دوت هيلف على السكينة بتاعت الكبة وممكن تتكسر معاكي. وانت ايه بتفرمي فيها يعني. اهو كده بالشكل ده هقطع الكمية كلها اللي انتوا شايفينها ديت. ونرجع تاني بعد ما قطعناها كده. بصوا قطعتها كده وغسلتها. قطعتها قطع صغيرة. وتعالوا معايا بقى العيش الحلو المصري بتاعنا اللي احنا بنعمله في البيت. بليته كده ايه نص بلة كده مش هكتر. ومعايا 4 بصلات او 3 بصلات براحتك انت حسب الكمية. ومعايا توم مفروم. ومعايا ايه فلفل حامي كده اخضر. ومعايا كزبرة خضر. عايزة تبديلي العيش برز عادي براحتك. عايزة تبديلي العيش ببقسماط براحتك انتي خالص. تعالوا بقى ايه بعد ما فرمت كل حاجة كده في الكبة البصل واللحمة والبقدونس والكزبرة والعيش وكل حاجة عملتهم في الكبة. تعالوا بقى ننزل بالتوابل. التوابل حطيت ملح فلفل اسود كمون كزبره ناشفه. واحط حبه شطه. انا بحب الكفته عامه بتبقى حراقه كده وحلوه يعني تبقى جميله جدا لما تبقى الكفته حراقه. ايه حطيت حبه شطه كده. انا مش هحط توابل غير دول يعني فلفل اسود الملح كمون كزبره ناشفه شطه. هي دي التوابل بتاعتي عشان انا مش عايزه احط اي حاجه تاني عشان ما اضيعش طعم اللحمه اللي انا عاملاها او طعم الكفته اللي انت هتعمليها. لو انت حطيتي بقى ال7 بهارات والبهارات اللحمه والحاجات دي كلها لا كل ده هيضيع معاكي طعم اللحمه. وهتحسي كده ان انت بتاكلي في الكفته توابل مش بتاكلي في لحمه يعني. انا عايزه طعم اللحمه يبقى في الكفته كده وتبقى جميله يعني. طبعا بصوا يعني انت لو عايزه طعم اللحمه حطي التوابل ديت فلفل اسود وكزبره ناشفه وحبه كمون. ولو كنتي حباها سبايسي احرقه يعني حطي شطه. غير كده ما تحطيش عشان تديكي بقى الطعم الحلو بتاع اللحمه وتبقى جميله. تعالوا بقى ايه بعد ما ايه قلبتها تقليبه كويسه كده عشان التوابل. تعالوا بقى نصبعها مع بعض. جنبك حبة زيت حبة مية عشان تبلي ايدك يعني. بصوا انا بعمل ايه فتحة كده بصباعي وايه والف الصابع عشان عايزة او بصوا شايفين عشان عايزة فيها فراغ كده من جوه متبقاش كبسة يعني معانا. خلاص هعمل الكمية دي كلها كده زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. وايه واحطها على الصينيه عشان لما نيجي نقل الكفته تبقى ايه كلها مصبعه كده وجاهزه معانا يعني. اهو شايفين. اضغطي عليها بصوابعك كده وانتي ايه بتصبعي ولفي عشان تديك الفراغ الحلو اللي يبقى في الكفته من جوه. عندك عيدان الشيش طاووق عادي براحتك صبعي عليهم تبقى جميله برضو.
بُصّوا هاخلّص الكمية دي كلّها طبعًا، ونرجع تاني هنشوف هنعمل إيه. هاتي حلة كده على النار، هنعمل بقى إيه يا أم كريم، هنعمل بقى إيه التسبيكة بتاعة الإيه، الكفتة. تعالوا بقى نزلت بحبة زيت كده ومعايا بصلتين كبار، هاقطّعهم كده إيه على في الحلة يعني. أنا باحب كده أخرّط البصل كده والحلة على النار كده إيه، بسرعة، بسرعة كده وإيه وهتنجزي يعني. أهو كده بالشكل ده، قطّعي البصلتين كده بالشكل ده إيه على الزيت. طبعًا هاحط إيه معلقة سمنة دلوقتي تاني على الزيت، عشان أنا عايزة إيه ما يبقاش الصلصة بتاعتنا كده إيه، بالزيت يعني هاحط لها حبة سمن كده إيه عشان أطعّم الإيه، البصلة بتاعتنا. بُصّوا خلّصت كده الكمية بتاعة الكفتة صبّعتها كلّها كده، جميلة جدًا وريحة الكفتة وكان طعمها فظيع وحلوة جدًا، جدًا، جدًا. تعالوا كده إيه نحط معلقة إيه سمنة كده بالشكل ده على الإيه على البصلاية عشان إيه تبقى طعمها حلو كده وجميلة يعني. وتعالوا بقى إيه حط كده إيه حبة من التوم المفروم على على البصل يعني بعد ما إيه يدبل حبة معانا عشان طبعا التوم بيحمر بسرعة عن البصل، فأنت لا تخلي البصل تدبل كده وحطي عليها إيه التوم. تعالوا بقى إيه معايا طاسة كده فيها زيت عن العين التاني وإيه وهنزل كده إيه بالكفتة بتاعتنا الجميلة الحلوة اللي انتوا شايفينها ديّة معانا وهنقليها مع بعض. الكفتة دي كان طعمها فظيع وحلوة جدًا، 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 جرّبوها على طريقتي وما تكتروش توابل في أي لحوم عامةً عشان هتضيّعي طعم اللحمة اللي أنتِ إيه عاملاها. إيدي طبعًا إيه في البصل كده زي ما أنتم شايفين وهانزل كده إيه بعصير الطماطم. طبعًا عصير الطماطم ده مش هاصفّيه، هانزل كده إيه بعد ما ضربته في الخلاط هانزل بيه كده إيه على البصل، مش هاصفّيه طبعًا. وهنقلّبه كده إيه، وهاسيبه كده إيه، يعيش حياته بقى إيه، وتتسبِّك معانا. وطبعًا إيه، الكفتة كده على العين التاني كده بالشكل ده. تعالوا بقى إيه، بعد ما أخدت لون كده، هنقلّبها مع بعض. شايفين الجمال؟ الكفتة ما لزقتش معايا ومتماسكة وجميلة جدًا. طبعًا إيه، دول طبعًا الكفتة متماسكة ليه، من حبّة العيش اللي إحنا حطيناهم، بس ما تكتّريش عيش يعني، هم حبّة بساط كده. طبعًا أنا كمان ما عملتش الكمية اللي أنتم شفتوها دي كلّها يعني. حابة تحطي بقسماط حطي، حابة تحطي إيه تطحني حبة رز كده براحتك أنتِ يعني حسب من الحاجة تبقى عندِك يعني متوفرة عندِك حطي. أنا بصراحة ما عنديش بقسماط وقُلت بقى إيه أحط لها حبة عيش كده، طبعًا العيش دوّة بيبقى له طعم جميل جدًا وهيخلّي الكفتة طعمها جميل معايا يعني. تعالوا كده إيه هنعمل حبة رز أصفر جميل جدًا، وهيبقى تحفة كمان جنب الكفتة اللي إحنا إيه هنعملها. تعالوا بقى إيه الصلصة بتاعتنا أو التخديعة بتاعتنا دخلت إيه في التسبيكة. تعالوا بقى نحط لها التوابل، حطيت لها ملح برضه وفلفل أسود، وحبة كزبرة ناشفة وحبة كمون بسيط خالص. هي دي التوابل بتاعتي اللي أنا إيه باعملها باحطها في الطبيخ عندي يعني، عشان أنا عايزة أحب كده أحب طعم الأكل كده يبقى موجود فيه يعني، سواء لحمة أو أي حاجة يعني. أهو كده بالشكل ده. طبعًا بعد ما حطيت لها التوابل هاسيبها بقى إيه برضه على العين الصغيرة تتسبك إيه براحتها يعني. وطبعًا إيدي في الرز كده بالشكل ده لغاية إيه ما يتحمر معانا. طبعًا بُصّوا تعالي شوفوا بقى إيه الكفتة الجميلة الحلوة التحفة اللي أنتم شايفينها ديّة، طعمها فظيع وجميلة جدًا وريحتها تحفة، تحفة، تحفة. أهو كده طبعًا إيه هنطلّعها كده إيه، وطبعًا إيه كل ما نطلّع كمية نحط الكمية التانية طبعًا. أهو كده بالشكل ده. وإيه وأحط الكمية التانية برضه بالشكل ده. شايفين الكفتة مش لازقة معايا ومتماسكة وجميلة جدًا، جدًا، جدًا. أهو كده حطي بقى الكمية كلها كده، يعني إيه املي الطاسة براحتك خالص، يعني الكفتة عادي مش هتلزق في بعضها خالص وهتبقى جميلة برضه. أهو كده أهو. طبعًا وعيني طبعًا على الرز طبعًا عشان ما يتحرقش منّي ويبقى جميل يعني. بُصّوا الكفتة، بُصّوا جميلة جدًا، جدًا، بُصّوا طعمها فظيع وحلوة جدًا، جدًا ومستوية من جوّه ليه، طبعًا عشان أنا مهدية النار عليها عشان تستوي كويس جدًا وتبقى حلوة يعني. إيدي طبعًا في الرز كده لغاية ما ياخد اللون الجميل اللي أنتم شايفينه دلوقتي دوّة، وهانزل كده عليه كده إيه بحبّة إيه من الشعرية. طبعًا إزاي يا أم كريم أنتِ هتعملي رز أصفر وإيه وحمّرتِ الرز وهتحمّري شعرية معاه؟ لأ أنا كده يعني أنا أحب كده أحمّر الرز وأحمّر معاه الشعرية وإيه ولو عايزة كمان رز أصفر هاحط قصدي لو هاعمله رز أصفر برضه هاعمله برضه إيه بالشعرية، عشان أنا عايزة طعم الرز يبقى حلو كده ويبقى جميل يعني.
تعالوا بعد ما الشعرية اتحمرت كده نزلت بايه بباقي كمية الرز الابيض اهو بالشكل ده، وهقلبه كده وهنزل بالتوابل. طبعا معايا ملح ومعايا حبة كزبرة ناشفة ومعايا حبة فلفل اسود. ده طبعا انا بحب احط التوابل ديت للرز. ومعايا نص معلقة كبيرة كده من الكركم. الكركم ده هيديني اللون الاصفر الحلو بتاع الرز اللي احنا ايه بنشوفه كده معانا يعني. خلاص هديله بقى تشويحه كده او تقليبه كده وهنزل عليه بالميه. طبعا الرز بتاعنا ده رز بلدي بيبقى ازوده من الحنفيه على طول يعني، عشان هو طبعا بياخد ميه كتيره. فايه بقى ازوده من الحنفيه على طول يعني او من الفلتر يعني. واسيبه كده ايه يعيش مع نفسه كده ويستوي. تعالوا بقى ايه هطلع الكميه التانية كده من الكفته زي ما انتوا شايفين كده، وايه واحط كميه تانية يعني. تعالوا بصوا شوفوا الرز كده بعد ما اتشرب كده وبقى جميل جدا. بصوا شايفين الجمال؟ والله العظيم بجد تحفة وطعمه خطير خطير خطير. تعالوا بقى ايه نشوف الصلصة بتاعتنا او التسبيكة بتاعتنا بعد ما اتسبكت كده وبقت جميلة وتحفة. تعالوا هنزل بالكفتة كده بعد ما خلصتها كلها. هنزل كده ايه بالكفتة على الايه على الصلصة بتاعتنا او التخديعة بتاعتنا. هقلبها طبعا ايه في الصلصة اللي انتوا شايفينها ديت، اقلبها كويس كده. طبعا الصلصة ناشفة معايا حبة فايه هزودها حبة من المية عشان ايه تعرف ايه تغلي معانا وتبقى حلوة وجميلة يعني. عشان انا عايزة الصلصة دي تبقى حلوة كده لما تغمزي بقى بالعيش مع الكفتة كده تبقى جميلة يعني. اهو كده زودتها حبة مية كده عشان ايه تاخد وتدي في بعضها كده على النار وتبقى جميلة يعني. طبعا دقتها كده عشان ايه طبعا انا زودتها مية لازم هتحتاج مني حبة ملح. وهسيبها بقى ايه تغلي حبة كده على النار وايه ونشوف الاكل مع بعض كده بعد ايه بعد ما خلص. تعالوا بقى نشوف مع بعض الرز الجميل الاصفر الجميل ده مع الرز المحمر والشعريه المحمره. كان طعم الرز فظيع جدا جدا جدا. والكفته الجميله اللي انتوا شايفينها ديت شايفين جميله جدا وكان طعمها فظيع. واتمنى تجربوها على طريقتي. والله العظيم بجد كان طعمها حلو جدا جدا. وما تكتريش توابل في اي كفته تعمليها عشان تديكي بقى ايه طعم اللحمه. او هتعملي كفته فراخ هتديكي برضو طعم الفراخ. ما تكتريش توابل. وكان ايه دي الكفتة بتاعتنا جميلة جدا بعد ما ايه اخدت غلوتين كده واتشربت من الصلصة بتاعتنا. كان طعمها تحفة وجميلة جدا جدا جدا. وده كان ايه غدانا النهاردة. يعني مش النهاردة يعني ده كان غدانا امبارح. بس انا ايه نزلت الفيديو تاني يوم. وده كان غدانا يعني جميل جدا وتغيير في نفس الوقت. طبعا كفتة وليمون مخلل او زيتون مخلل براحتك انتي اي مخلل عندك. عامة الكفتة بتحب المخللات يعني. والرز الجميل اللي كان طعمه فظيع واتمنى تجربوه على طريقتي برضو. الرز كان طعمه جميل جدا جدا والكفتة الحلوة دي بصراحة كان طعمها جميل جدا وحلوة حلوة حلوة. والصلصة بتاعتها كمان جميلة واخدت من ايه من طعم الكفتة. يعني الصلصة عامة طعمها حلو طعمها حلو جدا ايه واخدة من الكفتة يعني. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. لايك وشير كده على اعمال ايديا مع ام كريم. بحبكم في الله احلى متابعين. وما تنسيش اللايك من ايدك الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.